وبعد طبعا ما خلصنا لقاء الحاج عبد القادر صاحب رئيس مجلس إدارة مؤسسة عبد القادر الحسيني، ولقاء محمد المصري الشاعر الفنان محمد المصري صاحب صالون المصري الثقافي. فطبعا لقيت يعني في موهبة فنية من الأوبرا، من دار الأوبرا، طبعا هذا الصرح الثقافي الفني الشامخ. فمش معقول أمشي من غير ما أسجل معاها ومن غير أحبائي ما يسمعوا صوتها في جريدتنا الموقرة جريدة المساء العربي. تابعوني، هكون معاكم أنا والفنانة رحمة. وحان وقت الطرب بعد وقت الشعر والمؤسسات والصالونات. ازيك يا الفنانة الجميلة رحمة رزاي؟ الحمد لله تمام. عاملة ايه؟ نشكر ربنا تمام. رحمة صاحبة بجد البسمة الجميلة، الصوت الجميل، بحضر كتير صالونات ومؤتمرات. بشوف كده يعني بحس بالأمل والسعادة والفرحة لما ببص لرحمة. رحمة، انت بتحبي الغنى وانت كنت عندك قد ايه؟ يعني كنت صغيرة ولا لما كبرتي حبيتي الغنى؟ لا، من وانا صغيرة بتدندني كده مع نفسك؟ ويعني جالي عرض زمان ان في ماما بتغني بابا كده يعني؟ لا، مامتي بصوتها حلو قوي. انا حسيت، معرفش ليه والله، حسيت كده من تعبيرات وشك وان عينك بتقولي ان مامتك بتغني. مامتي صوتها جميل جدا. صح؟ اكيد. ايوه. وانا يعني كنا دايما نقعد نغني مع بعض انا وهي، تحس ان احنا الاثنين كأن واحد بس، ما شاء الله، النفس واحد وكل حاجه بالظبط. جالي فرصه زمان ان انا يعني الاستاذه رتيبه الحفني كان حد يكلمها عني يعني، وشاعر اسمه شوقي اسماعيل، وجات له عنده البيت وسمعتني وانا بغني، وكان نفسها فعلا يعني اعمل حاجه وكده، وفعلا قالت لي في شركه هتتبنى صوتي ان انا اغني وكده. بس وقتها يعني والدتي رفضت، ما رضيتش يعني، قالت انا ايه خوف على البنات بقى واخده موهبه بس. قالت له انا عايزه بنتي يعني بتغني كده ترفيه يعني، لكن مش لدرجه ان هي تدخل في موضوع الفن كده. فلما كبرت بقى واتاحت الفرصه، حسيت ان انت حنيتي بقى خلاص، عايزه زي ما بيقولوا. الناس كلها اللي خساره الصوت ده يعني، ما الناس ما تعرفوش وتستمتع بيه وكده. ونميتيه ازاي؟ يعني كل انسان اخدت كورسات في الاوبرا والموسيقى العربيه، والدكاتره اللي كانوا موجودين استثنوني يعني، وانبسطوا جدا بيا وقالوا حرام يعني صوت. بداتي من الاوبرا؟ ورحت اوبرا طنطا ودمنهور، الموسيقى العربيه في طنطا ودمنهور وكده، وكان في دكتور عمرو حسن سمع صوتي كمان يا رحمه. انا مبسوطه منك جدا لان رحمه عندها عطاء بدون مقابل. يعني انا ملاحظه ما شاء الله اي صالون ثقافي لما بيستدعي رحمه بتحب ان هي تبسط الناس وتيجي وتغني وكده. بجد يعني المقابل الانساني ده اكبر مقابل بتقدمه لكل زملائها او زميلاتها. اكيد، وبقدرهم جدا وبحترمهم، وهم بيحبوك يا رحمه، وانا بحبك جدا. الله يخليك. رحمه، عايزين نسمع حاجه بقى جميله كده من زمن الفن الجميل، والفنان الناجح هو اللي بيغني القديم. هتغني ايه؟ اغني لك عايزين حاجه ديني او حاجه وطنيه. خليها حاجه كده رومانسي كده. ورده، انا بس سمعت منك ورده جميل. سمعت منك نجاة، الناس الجميله دي. خلينا في ورده. هنقول معايا يا استاذه فاطمه. استاذه فاطمه منوره من وراء الكاميرا. اسأل دموع عينيا واسأل مخدتي، كم دمعة رايحة جاية تشكي لك وحدتي، واسأل واسأل مخدتي، كم دمعة رايحة جاية تشكي لك عاللي بيا، وتقول لك مش شوية ضنايا ولو عيتي ولعت روحي دمعة، ولعت روحي شمعة، ولعت روحي دمعة، ولعت روحي شمعة، وبكرة
خدتي واسأل اسأل خدتي يلي عشتوا قبلي ورماكم الهوى ورماكم محدش منكم يقولي الحب له دوا يقولي يلي عشتوا قبلي ورماكم الهوى ورماكم محدش منكم يقولي الحب له دوا يقولي طول ليلي سهرانة طول ليلي سهرانة أسمع قلبي وأسام ويقول وأقول له ويقول وأقول له من ناري ولو عيتي واسأل دموع عينيا واسأل بخدتي كم دمعة رايحة جاية تشكي لك وحدتي واسأل بخدتي الله الله الله. واسأل دموع عينيا اسأل مخدتي مع مطربة الأوبرا الجميلة رحمة رفيق. بجد يعني أمتعتينا وتحسي إن أنت بجد عايشة مع الأغنية، يعني مش قدام أي حد زيني متعايشة اللحن ومتعايشة الأغنية وأسلوبك بسم الله ما شاء الله جميل قوي. تتمني إيه يا رحمة في المستقبل الجاي؟ اتمنى الاصوات الحلوه اللي تبع وزاره الثقافه، ان وزاره الثقافه يكون ليها دور معانا، ان هي برضو تستنفع بالكم الجميل من الاصوات وتعمل فيها يعني حاجه تدعم الصالونات، تدعم الصالونات وتدعم وزاره الثقافه. ان زمان كله كان بيقول بنخرج لبره وبنعمل حفلات في كل العالم، بس هو دلوقتي مفيش الكلام بس ده. على مستوى مثلا الاوبرا المكاتب اللي تبع وزاره الثقافه، انت قصدك مجتمعات يبقى في بقى تعاون بين مؤسسات المجتمع المدني وبين الوزاره. اكيد باذن الله نتمنى ذلك يا رحمه، واحنا سعداء جدا بيكي. ويلا قولي كده حاجه بسرعه 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 عشان نختم. قولي حاجه الورده بقى، يلا بسرعه كده، يلا سريع دول البلد يلا يا استاذه فاطمه تعالوا معانا هنا في الاغنيه دي عشان نرد وراها. افرد جناح يا الهوى زي اليمامه واطير وارفرف في الفضاء واهرب من الدنيا الفضاء. وكفايه عمري كفايه عمري اللي انقضى وانا بخاف الملامه سألوني كتير عليك سألوني كتير عليك بتحبيها أيوة وهنكر ليه بصولي ملام وقالولي كلام جراح فرشولي الأرض فرشولي
طول الأرض دموع والشمس جراح. كل ده كله عشان حبيت ولا عشان قلت أنا حبيت؟ كل ده كله عشان حبيت ولا عشان قلت أنا حبيت؟ لولا الملامة يا هوا، لولا الملامة لفرد جناحي على الهوا زي اليمامة، واطير وارفرف في الفضاء واهرب من الدنيا الفضاء. وكفاية عمري، كفاية عمري اللي انقضى، وانا بخاف الملامة، وانا بخاف الملامة من الملامة. برافو شكرا يا رحمة، وان شاء الله نشوفك يعني اكبر مطربة في دار الاوبرا المصرية. ولسه معانا الطرب ومعانا شخصية ومطربة اخرى جميلة، المطربة سمر. اتفضلي. سهر اسفل، سهر السيد. المطربة سهر السيد، نتعرف بحضرتك. المطربة سهر السيد. الغنى بالنسبة لي هواية. ايوه، يعني انت تهوي الغنى، مش درست دارسة ولا حاجة، بس أنا دي هوايتي. حضرتك شاعرة ولا هوايتك الغنى بس؟ طب بتحبي تغني لمين بقى؟ زمن الفن الجديد ولا لا، القديم؟ القديم كله قديم. ده مش حافظة النجاح حاجة، القديم. مش حافظة حاجة خالص من الجديد. كل أغانيها برضه بتسمعي بقى. كلثوم، عبد الوهاب، سعيد. تحبي تسمعينا ايه؟ سمعتي ستي. حاجة تكون مقربة لقلبك كده وبتحبي تدندني بيها على طول. أنا هغني حاجة خفيفة، أنا لسه مغنية. مطربة رحمة تيجي تقف جنبنا برضك عشان تساعدينا في الدراسة بقى، عشان الأصوات اللي مش قوي يعني، مش أنا يعني. اتفضلي. أغنية خفيفة من ألحان فريد الأطرش. أيوه. وغناء صباح. اتفضلي. أحبك ياني ولو ترعاني، أحبك تاني وأقول ياني هاني معاك وجداني وكل حناني وأخاف تنساني. ياني أحبك ياني ولو ترعاني، أحبك تاني وأقول ياني معاك وجداني وكل حناني واخاف تنساني. ياني الحب ده ايه انا معرفش، وابن الوهن ليه وان كان على بعدك ما اقدرش، قولي نويت ايه الحب ده ايه انا معرفش، وابن الوهن ليه ومادام على بعدك ما اقدرش، قولي نويت ايه انت هتهواني ولا هتسلاني، انت هتهواني ولا هتسلاني ولا ايه الله عليكي، لا ده ما شاء الله عليكي. بحبك ياني ولو ترعاني، أحبك تاني ياني معاك وجداني وكل حناني واخاف تنساني. ياني بجد بجد ما شاء الله ممتازه بجد، لازم لا تستمري وتنميها اكتر، بتثقليها بالدراسه، لان بسم الله ما شاء الله خامه صوتك حلوه قوي قوي قوي، احساسك عالي جدا جدا. ايه رايك يا استاذه رحمه؟ جميله. معانا ناقده فنيه ومستشار ثقافي. جميله بجد بجد يا استاذه سهر. لازم يعني تسكري موهبتك دي، واشوفك باذن الله مطربه في دار الاوبرا وفي افضل الاماكن باذن الله. وتحياتي. واستاذه فاطمه ما تقفلش البث الا لما تظهر معانا رحمه، عشان بس تقولي للناس كل سنه طيبين، على الاقل انت تعبتي في التصوير بالصبح. اتفضلي.
وفي نهاية لقائنا، تعالي استاذة سهر معانا. في نهاية لقائنا طبعا احنا النهارده كان يومنا حافل سامر، لقاءات جميلة لجريدة المساء العربي. بدأنا باللقاء مع رئيس مجلس إدارة مؤسسة عبد القادر الحسيني، وكمان بعد كده لقاء مع صالون المصري الثقافي مع محمد المصري الفنان والشاعر، وكمان لقاء مع الفنانة الجميلة رحمة رزيق مطربة الأوبرا. ومش كده وبس، ده معانا اللي بتقول عليها إن أنا موهوبة بس وصوتي مش قوي، ده طلع صوتها حكاية وألف حكاية. الأستاذة سهر السيد المطربة الجميلة، وكمان اللي صورت جمعية فريد الأطرش. الله، محبي فريد الأطرش. عضو في جمعية، كنت بغني في الحفلات بتاعتهم يعني. حلو، أنا كنت بحضر لهم في الأوبرا وفي المكتبة وفي السحيمي، في أي مكان بيعملوا حفلات بكون معاهم. أنا كنت متابعاه حتى وبيعمل تمثال فريد الأطرش في الأوبرا، كنت متابعة إنشاء التمثال وكده تجديده. فبجد محبي فريد الأطرش صالون جميل قوي، وانا بحييهم، بحيي رئيس مجلس ادارته. معانا بقى الشاعره الجميله فاطمه منصور فاطمه منصور الجميله طبعا. الشاعره، وما سمعناش منك حاجه فاطمه، تحكي علينا والوقت يجري، بس ان شاء الله لينا معاها لقاء ان شاء الله. تعبت النهارده في التصوير. الاعلامي لصالون المصري. قولي بقى، عرفينا باعضاء مجلس اداره صالون المصري عشان ما قلناهمش في الحوار. هو طبعا رئيس مجلس الاداره الاستاذ محمد المصري، ونائب رئيس مجلس الاداره الاستاذ محمد ابراهيم، هو طبعا عضو اتحاد كتاب مصر، وانا مستشاره اعلامي فاطمه منصور او فاطمه الزامل. معانا الاستاذه منال غانم، معانا الاستاذه هدى وهبه، الكابتن دهب مجرابي، استاذ جمال الدين، استاذ ياسر مصطفى. معانا مجموعه كبيره ما شاء الله، مجموعه جميله يا استاذه فاطمه. من احلى الصالونات بتاعت الاستاذ محمد المصري، بيتميز ان هو دايما. تعالى يا استاذ محمد، خلاص احنا بنختم. احنا خلاص من الصالونات اللي دايما ليها هدف، ومن الصالونات اللي تعالى معايا ان انا اكون موجوده وما عنديش اي ظروف. تعالوا شوفوا الكلام الحلو اللي بيتقال عليك يا استاذ محمد. اتفضلوا معانا، احنا بنختم خلاص يا جماعه. وقت الصالون انتهى، وقت المؤسسه انتهى، واحنا لسه ما انهيناش الحوارات بتاعتنا. احنا كنا سعداء جدا معاك يا استاذ محمد النهارده. اولا شرفتوني ونورتوني النهارده في الصالون في الاعلام 11، وانا ببقى سعيد جدا بيكم وانتم موجودين معايا في الصالون. واحنا اسعد والله بوجودنا معاك. طيب استاذه فاطمه يا جماعه، ما سمعناش، هنسمع حاجه صغيره سريعه. يلا اتفضلي. يلي كنت حب عمري، ليه تبيع الحب بدري؟ ليه تخني؟ ليه ظالمني؟ مهما صاب قلبي وجرحني، ليه ذبحني؟ قاسي ليه حتى في قرارك؟ ليه كوتني بجمر نارك؟ نزلت دموعي من سكات، نار بتكوي في الضلوع، واتشكلت كل الآهات جوه العيون ومفيش رجوع، والحزن زاد والذكريات الحلوة ليه صبح الرماد. يا كل لحظة أمنيات، يا كل لحظة حنينة، أنا عايشة إنما من غير حياة. انا عايشه من غير حياه، انت عايشه وكل الحياه وكل البسمه وكل الجمال. وتحياتي من خلال مؤسسه عبد القادر الحسيني جريده المساء العربي. تحياتي كانت معكم حنان الشامي، والى اللقاء. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. شكرا يا حنان على